الماكينات الألمانية أكتر منتخب وصل فاينل وسيمي فاينل في البطولة، بلطجي المونديال باشا اللي افترى على القوي والضعيف. حلقة جديدة من حريفة المونديال والألمان في كأس العالم. خش لي يا ابني بالإنتر. هذا لا يوصف تاريخ. الله يا ميسي، هذا العملاق كم من الدموع. كريستيانو رونالدو فرنسا بطل للعالم. وهبتدي معاك كلامي بشويه احصائيات. يعني مثلا عندك الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزا، الهداف التاريخي للمونديال ب 16 هدف بعد ما عدى رقم رونالدو الظاهره. وفين؟ هناك في البرازيل في ماتش 7-1. مفتري يعني. يلا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ده كمان اكتر منتخب مسجل اهداف في تاريخ كاس العالم ب 225 جول، اكتر منتخب وصل فاينل وسيمي فاينل، وكمان اكتر منتخب لعب مباريات في تاريخ كاس العالم ب 106 ماتش. وفي لعيب اسمه ماتيوس الاجيال الجديده اللي زي حالاتي ما تعرفوش. ماله ماتيوس ده بقى؟ ماتيوس ده لعب 5 كاس عالم ورا بعض مع كارفاخال المكسيكي ورونالدو. المانيا كمان عندها رقم قياسي هي والارجنتين في كاس العالم. هما الاثنين اكتر منتخبين لعبوا مع بعض نهائي في البطوله. لعبوا 3 مباريات، المانيا كسبت 2 والارجنتين كسبت 1. المانيا اكتر منتخب كسب بضربات جزاء في تاريخ البطوله، كسب 4 ماتشات. يا عم ده بيقول لك اكتر دوله في العالم عندها لعيبه كوره، عندها 7 مليون لعيب مسجل في الاتحاد، اصل 82 مليون مواطن. انا من رايي المانيا مع البرازيل اكتر منتخبين ناجحين في تاريخ البطوله. المانيا من اصل 19 مشاركه وصلوا المربع الذهبي في 13 مره. انت متخيل؟ المانيا عندهم 4 كاس عالم، كتاني منتخب فوز بالبطوله بعد البرازيل طبعا ب5. وطبعا غير جدار برلين اللي كل شويه بيقدموا لنا واحد، عندك طبعا اوليفر كان ويان سليمان وطبعا مانويل نوير. وطبعا بيقدموا لنا لعيبه تقيله زي بيكنباور وماتيوس وميروسلاف كلوزا، بعدهم طبعا بودولوسكي وفيليب لام وشيفنشتايجر. وطبعا الجيل اللي كلنا عارفينه توني كروس ومسعود اوزيل وسامي خضيره والعو وتوماس مولر. فهل تقدر المانيا انها تكسب كاس العالم من النسخه دي؟ طبعا عزيزي المشاهد لا تامن غدر الالمان. عندك سكواد تقيل داخلين بالمونديال من الشباب والخبره. عندك الخبره مانويل نوير وجوندوجان وتوماس مولر، وعندك جواهر ولاعيبه كتير شباب زي كيميتش وجمال موسيالا وكريم اديمي. فطبعا المانيا مرشحه بالفوز بالبطوله ولا تامن غدر الالمان. بقول لك قبل ما نختم بس في حاجه على الجيل الحالي نسيت اقولها لك. الهداف التاريخي للجيل ده مولر ب 10 اهداف. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتقولوا رايكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم.